السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هتكون وصفتنا وصفة سهلة جدا وكمان غير مكلفة بالمرة. هتكون وصفة الأجنحة بصوص البافلو او هنقول عليها سبايسي وينجز. اول حاجة هكون معايا الأجنحة، تكوني شارية كيلو او تكوني محوشاها عندك من فراخ انت بتخليها وبتعيني الأجنحة بتاعتها. بغسل الأجنحة كويس جدا بالدقيق والملح وكمان بحط عليها ليمون وبعد كده بغسلها. معايا هنا بقى البهارات، معلقة كبيرة ممسوحة ملح وكمان معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من كل بقى من الفلفل الأسود، التوم البودر هنحطه نص معلقة، والزنجبيل نص معلقة، توم بودر وبصل بودر نص معلقة، وكزبرة كمان هنحط معلقة صغيرة. هنقلب البهارات دي بقى مع بعض كويس جدا. بعد ما قلبتها هاخد منها جزء وهسيب الباقي في البولة، والبهارات اللي سبتها هعصر عليها عصير ليمونة كاملة. هفرم كمان 3 فصوص توم، وهحط كمان معلقة كبيرة من الخل. اقلب كل المكونات دي في بعض كويس جدا. هجيب بقى الأجنحة بتاعتي وبعد كده هحطها على الخليط اللي عملناه مع بعض دلوقتي، وهقلبها كويس جدا في التتبيلة. هحطها بقى في التلاجة تتبل حوالي ساعتين، او تقدري تعمليها من بالليل للصبح. هجيب بقى بولة اللي هعمل فيها الخليط، هحط كوباية من الدقيق و3 معالق من النشا. دي التوابل اللي عملناها في اول الفيديو واخدت منها جزء، وده الجزء التاني هقلبه في خليط الدقيق والنشا. هحط كمان، حبيت ازود كمان معلقة صغيرة من البابريكا علشان تديني لون للأجنحة. دلوقتي بقى هزود بالمية. على فكرة انا حطيت كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هزود بقى المية واحدة لغاية ما احصل على عجينة شبه عجينة الكيك، وده قوامها هيكون بالشكل ده. بخلي فيها سمك شوية علشان تشيل عشان الأجنحة تشيل من كمية الخليط ده. وهجيب الأجنحة اللي تبلتها وهحطها على الخليط اللي عملناه، وهقلبها بقى كويس جدا لغاية ما تختلط بالخليط اللي احنا عملناه ده. تقدري بقى تغطيها وتعينيها في التلاجة زي ما انت عايزة، ساعة 2 3 على حسب ما تيجي تعمليها. هجيب بقى كسرولة او ووك وهحط فيه كمية زيت غزير، وهنزل بالأجنحة على طول. هاخد من الخليط على الزيت على طول، بس المهم الزيت يكون سخن جدا بالشكل ده. وبعد كده اهدي عليها النار. بحط الأجنحة واحد واحد، يعني احط واحد واستنى شوية واحط التاني علشان ما احطهمش كلهم مع بعض مرة واحدة يلزقهم، ولما ياخدوا لون هشيلهم. شايفين اللون الذهبي الجميل اللي احنا شايفينه ده. هجيب بقى مصفى وهحط فيها الأجنحة علشان تنزل الزيت الزايد اللي فيها. تعالوا بقى نعمل الصوص اللي هنحطه على الأجنحة. هنحط معلقة كبيرة من الزبدة، هنحط عليها 4 فصوص توم مفرومين، هشوحهم دقيقتين، وهحط عليهم كوباية من صوص الباربيكيو ومعلقتين من الهوت صوص. لو انتي مش عايزاها حراقة قوي تقدري تخليها معلقة واحدة كفاية، او تقدري تستغني عنه كمان. لو عندك كمان من الفلفل المطبوخ تقدري تحطي كمان معلقة. هحط كمان هنا معلقة من الكاتشب. هقلب الخليط الجميل اللي عملناه ده مع بعض كويس جدا، وهحط ربع كوباية عسل ابيض. هقلب بقى الصوص ده وهسيبه لغاية ما يغلي، وبعد كده هطفي عليه النار، يعني هسيبه ياخد غلوة واحدة بس. هجيب البولة الخاصة بالصوص وهحط فيها الصوص اللي احنا عملناه، وفي نفس الوك اللي عملت فيه الصوص سايبة نسبة بسيطة منه هحط فيه الأجنحة. أصبح كده عندي صوص في الوك من تحت هيغلف الأجنحة من تحت، وهحط كمان جزء من الصوص عليها من فوق، والسوسيرة بتاعت الصوص هسيبها جنبها. اللي حابب يحط أو حابة تحطي الصوص كله حطيه زي ما تحبي. وهقلب الأجنحة تقلبتين علشان يتغلف الأجنحة كلها بالصوص. هجيب الطبق اللي هقدم فيه الأجنحة وهحط بقى فيها، هنزل فيها الكمية كلها فيها،
وهحط عليها من فوق رشة من السمسم وتقدري تستغني عنها. وصفتنا النهاردة خلصت. وصفة جميلة وسهلة جدا ومتاخدش أي وقت وغير مكلفة بالمرة. تقدري تعمليها مع رز أو رز ريزو أو رز أبيض. تقدري كمان تعمليها مع مكرونة أو تقدري تعمليها مع عيش زي ما تحبي. تعالوا بقى نشوف كده قطعة منها. طعمها تحفة جدا وأحلى كمان من اللي بنشتريها من بره. يلا بقى لو عجبكم الفيديو لايك وشير لسفرة ايدي. سلام عليكم واشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.